يعني تعليقك مبدئيا على الهجمات والتصعيد الإيراني الأخير ومستهدفاته. اولا تحياتي ليك والساده المشاهدين. يعني بالطبع الهجمات الايرانيه في الساعات الاخيره او خلال ال 24 ساعه الماضيه كان الهدف منها هو الرد على التصعيد الامريكي فيما يخص مضيق هرمز. الجانب الايراني يبدو انه فقد الثقه تماما في مساله التفاوض مع الولايات المتحده الامريكيه، واصبحت عمليه التفاوض او مذكره التفاهم يعني غير موجوده على الطاوله الايرانيه، خاصه بعد تصريحات الرئيس الامريكي ترامب بان يعني ان وقت اطلاق النار قد انتهى. الضربات الايرانيه جاءت ردا ايضا على الضربات الامريكيه التي استهدفت محيط مضيق هرمز، ولكن ما رايناه في هذه الضربات انها كانت جميعها متزامنه وفي توقيت واحد، وشملت عدد كبير من الدول في منطقه الخليج بالاضافه الى الاردن، وهو تاكيد على ان ورقه مضيق هرمز هي ورقه في غايه الاهميه بالنسبه للنظام الايراني، وانها ورقه لن تسمح ايران بان ينزعها او ان ينتزعها منها احد سواء الولايات المتحده الامريكيه او غيرها، خاصه وانه من بعض الدول كانت سلطنه عمان التي كانت تستضيف وزير الخارجيه قبل الضربات بساعات قليله، وكان وزير الخارجيه الايراني، وكان هناك محاولات للتنسيق فيما يخص عمليه المرور في مضيق هرمز وما يحدث في مضيق هرمز. أن يتم استهدافها أيضا هي رسالة بتجاوز الخطوط الحمراء حتى مع الوسطاء كسلطنة عمان وقطر، وكأن إيران تقول أو الحرس الثوري تحديدا يقول أنه لا تفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأن يعني حالة الثقة البسيطة التي كانت موجودة، لأن الثقة لم تكن موجودة من البداية بين الطرفين، قد انتهت، وأن العودة للمواجهات هو الأقرب مما كان عليه في السابق، خاصة وأن إيران لن تجلس على طاولة تفاوض دون أن يكون لديها أوراق ضغط، وهي ليس لديها أي من أوراق الضغط حاليا سوى مضيق هرمز. إذا استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تنتزع هذا المضيق من يد طهران ستكون المفاوضات أسهل على الطرف الأمريكي. إذا لم تستطيع أن تنتزع هذا المضيق من يد طهران ستكون عملية التفاوض في غاية الصعوبة، وستمضي إيران ما تراه من شروط ولن تلتزم بأي شيء ما دامت لم تراه في مصلحتها في ظل وجود المضيق في يدها. يعني أنا قلت من البداية أن إيران قد امتلكت القنبلة النووية، ولكنها ليست القنبلة التقليدية، ولكن هي مضيق هرمز الذي أعتبر أنه قنبلة نووية لأنه يؤثر بالفعل على العالم أجمع. اقتصاد العالم مرهون بما يحدث في هذا المضيق. أزمة الطاقة يعني تتجدد كلما يحدث أي مناوشات في مضيق هرمز. يعني هنا ربما يبدو السؤال عن محدودية رد الفعل الأمريكي، ويعني إلى أي مدى سيظل رد الفعل الأمريكي عند هذا الحد، وإلى أي مدى أيضا تملك الولايات المتحدة إنهاء الحرب بشكل أو بآخر. يعني ابدا من اخر نقطه، مساله انهاء الحرب. انهاء الحرب ليست في يد الولايات المتحده الامريكيه وحدها، لان انهاء الحرب يحتاج الى تحقيق الاهداف السياسيه التي بدات على اساس هذه الحرب حتى الان. يعني اذا يعني لم نتحدث عن مضيق هرمز وتحدثنا عن الملف النووي الايراني، تحدثنا عن كان هناك اسقاط النظام، كان هناك الصواريخ البالستيه، كان هناك اليورانيوم عالي التقصيب، لم يحدث اي شيء في هذه الامور، واضيف اليهم مضيق هرمز. هذه اصبحت اهداف سياسيه للحرب العسكريه الامريكيه. اذا لم تتحقق هذه الاهداف فالحرب ما زالت مستمره، لان الحروب العسكريه دائما ما تقام من الاساس من اجل تحقيق اهداف سياسيه، فليست الفكره في الاول ولا في البدايه والنهايه انها فكره تدمير ايران بشكل او باخر، لانه مهما كلف الامر من توجيه ضربات عسكريه بالطائرات او الصواريخ لن تؤتي النتائج التي تحتاجها الولايات المتحده الامريكيه. الحروب العسكريه بالشكل التي تقوم به الولايات المتحده الامريكيه لن تؤدي الى استسلام الطرف الايراني. فمساله انهاء الحرب لم تعد في يد الولايات المتحده الامريكيه وحدها، ولكن اصبحت ايضا في يد الطرف الايراني بشكل او باخر. لان اذا قلنا انهاء الحرب في هذا التوقيت هل معناه ان واشنطن ستقدم تنازلات الى الطرف الايراني؟ اعتقد ان هذا الامر اصبح صعبا، خاصه في ظل عمليه التصعيد. من البدايه لم تنتهي الحرب حتى مع الاتفاق الاطاري، كنا امام مجرد انها هدنه، يعني لا اقول حتى هدنه هشه عسكريا، ولكن اقول انها هدنه لاسواق الطاقه. ويعني التقط كلمات الرئيس الامريكي عندما قام بالتوقيع على الاتفاق الاطاري، كان يشدد بشكل او باخر على
أن السفن عليها أن تعيد تشغيل محركاتها وتعود إلى مضيق هرمز وما إلى ذلك. وهنا تأكيد على أن الهدف من الاتفاق الإطاري من البداية هو إعادة فتح مضيق هرمز. ما لم يجد هذا الأمر الرئيس الأمريكي ترامب وعادة الضربات مرة أخرى على إيران، ومن ثم عادة الضربات الإيرانية في المنطقة كرد على الضربات العسكرية الأمريكية. إذن هو صراع حول المضيق، ويعني تم نسيان ما وراء المضيق من مسألة البرنامج النووي الإيراني واليورانيوم عالي التقصيب وما إلى ذلك. حتى في الساعات الماضية الحديث الأمريكي بعد الضربات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية هو أن هناك سفن تمر من مضيق هرمز، وأن هناك تنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكأن كل طرف يريد أن يقول المضيق تحت سيطرتي. ولكن أعتقد أن أزمة الطاقة في ظل أي مناوشات في المضيق، حتى وإن استطاعت واشنطن أن تفتح ممرا في هذا المضيق، ستظل المناوشات موجودة وستتصاعد معه أزمة الطاقة بشكل أو بآخر. على ذكر أزمة الطاقة، رويترز أعلنت قبل قليل أن النفط ارتفع بنسبة 4% بعد إكمال الجيش الأمريكي موجة جديدة من الضربات على إيران، وهو ما يطرح السؤال حول دور المجتمع الدولي والوسطاء في نزع فتيل هذه الأزمة قبل مزيد من تفاقم أزمة الطاقة. يعني أعتقد أن المجتمع الدولي يحتاج إلى نقطة أهم من مسألة أن يلزم أي طرف بوقف إطلاق النار، هو أن يبني جسورا من الثقة، أو أن يكون هناك أرضية مشتركة ما بين الطرفين الأمريكي والإيراني قبل الجلوس على طاولة التفاوض. وهذا ما تحدثنا عنه قبل الاتفاق الإطاري. الحرب الإيرانية منذ بدايتها حتى في يونيو عام 2025 كانت حرب غريبة. الحرب تبدأ بكل تأكيد بلا مؤشرات أنها ستبدأ الآن، ولكن كيفية انتهاها أو توقفها تكون غريبة. في يونيو 2025 توقفت الحرب بإعلان أمريكي بأن كل شيء في إيران قد تم تدميره والبرنامج النووي قد انتهى. والحرب هذه بعد 40 يوما توقفت الحرب في هدنة كانت هشة للغاية، لا نعرف على أي أساس بنيت هذه الهدنة. ثم دخلنا في عملية تفاوض، يعني أطلق عليها أنها عملية تفاوض، لكن على وفقا للمفهوم السياسي والدبلوماسي التفاوض يكون على طاولة ما بين طرفين بينهم نزاع في وجود وسطاء. لكن ما حدث أنه على مدار أكثر من 70 يوما كان هناك فقط تبادل للرسائل ما بين الطرفين الأمريكي والإيراني دون تفاوضا حقيقيا أدى في النهاية إلى مجرد اتفاق إذا نظرنا له سنجد أنه في مصلحة الطرف الإيراني أكثر من مصلحة الطرف الأمريكي، ولم يتم تنفيذ منه أي شيء، وكان فقط الهدف والتركيز على فتح مضيق هرمز. إذا المجتمع الدولي الآن عليه أن يبني جسور ثقة ما بين الطرفين، لأن كل طرف لديه أهداف من هذه الحرب ولديه شروط يضعها أمام الطرف الآخر. يجب تقريب وجهات النظر ما بين الطرفين، أن يقدم كل منهما ولو جزء من التنازلات حتى يعني يتم إنهاء هذه الحرب والجلوس على طاولة تفاوض على ملفات أخرى حتى بعيدا عن مضيق هرمز الذي أعتقد أنه أصبح الملف الأبرز في هذه الحرب، وأن الطرف الإيراني سيستغله بشكل أو بآخر في عملية التفاوض. وللأسف المجتمع الدولي لن يتدخل بأي شكل من الأشكال عسكريا مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب، حتى وإن كانت تخص مضيق هرمز، لأنه يرى أنه ليس له فيها لا نقى ولا جمل، وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي المسؤول الأول والأخير عما حدث في مضيق هرمز الذي كان مفتوحا قبل 28 فبراير. وهذا نوع من الضغوط أو الضغط الذي يمارس على الرئيس الأمريكي ترامب، والذي جعله من الأساس يوافق على الاتفاق الإطاري بشكله الذي رأيناه جميعا، يعني لا يلزم إيران بأي شيء سوى فتح المضيق، وكان مقابلها يعني امتيازات متعددة للطرف الإيراني. وهذا ما جعلنا نقول من البداية أن الاتفاق هذا به نوع من الخلل، أو أنه به نوع من الهشاشة، لأنه ليس من المعقول أنه بعد كل هذه الضربات وكل هذه التصريحات الأمريكية أن الأمور ستسير في صالح إيران في النهاية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية ستسلم يعني تنازلات متعددة للطرف الإيراني. نعم. الدور الإسرائيلي ربما ليس خافيا في هذه الحرب، ومع الأزمات التي يعانيها بنيامين نتنياهو في الداخل حاليا، إلى أي مدى يعني تعتبر إسرائيل مسؤولة عن إشعال فتيل الأزمة والضغط على واشنطن للاستمرار في هذه الحرب؟
يعني اعتقد ان اسرائيل اذا كانت هي كانت الخاسره الوحيده من الاتفاق الاطاري السابق الذي تم انهاؤه، وبالطبع يعني كان هناك ممارسه للضغوط من قبل نتنياهو على الرئيس الامريكي ترامب لعوده الضربات مره اخرى على ايران، لانه هو يستفيد من هذا الامر. الطرف الاسرائيلي حتى الان ان لم يكن يعني عدم تدخله في الحرب بشكل مباشر جاء نتيجه لعدم استهداف اسرائيل بشكل مباشر من قبل ايران، ويبدو ان الطرف الايراني يحاول ان يكون التصعيد حتى الان من وجهه النظر الايرانيه هو تصعيد منضبط، وهذا له اسباب. يعني الاسباب انه لا يريد ان تكون الحرب مفتوحه على كافه الجبهات، خاصه وانه يعني عندما قام باستهداف الدول العربيه والخليجيه هو لديه مبررا يتحدث عن المصالح الامريكيه في هذه الدول، وان الاستهداف ليس في الاساس عدوانا على هذه الدول، فبالتالي هو يحاول ان يحيد هذه الدول والا تقوم بالرد عسكريا عليه، وانه يعني قد راى خلال الفتره السابقه ان لا يوجد رد من الدول العربيه والخليجيه عسكري تحديدا على التصرفات الايرانيه. الامر الثاني ان الضربات التي تقوم بها ايران في تلك المنطقه لا تجد ردا امريكيا قويا، لان ايضا هناك مشاكل لدى الرئيس الامريكي ترامب في عوده الحرب بشكلها او بمفهومها الاوسع، او الدخول في مواجهه شامله وموسعه مع الطرف الايراني، سواء كان ضغوط على المستوى السياسي داخليا واقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس وما سيحدث من يعني قد تكون مفاجآت للحزب الجمهوري جراء هذه الحرب الذي رفضها عدد كبير جدا من الشعب الامريكي، فبالتالي هو يحاول ان يدير هذا التصعيد بنوع من الانضباط حتى لا يترك مبررا للطرف الامريكي بان يكثف الضربات على ايران، خاصه وانه حتى الان الولايات المتحده الامريكيه تتحدث عن رده فعل على الطرف الايراني، وانه حاله من الدفاع عن النفس وليست حرب بالمفهوم المعروف، حتى لا تحتاج الى تصريح من الكونغرس في هذا التوقيت وتدخل وتنتم في اشكاليه قانونيه تتعلق بعمليه الحرب. الطرف الاسرائيلي ايضا تريد ايران ان تحيده في هذا التوقيت حتى لا يكون الضربات من الجانب الامريكي والاسرائيلي معا، ولكن اعتقد ان اسرائيل سيكون لها دور بكل تاكيد في الفتره القادمه اذا لم تتوقف هذه الحرب حتى لو كانت هدنه جديده مؤقته. شكرا جزيلا لك سيد هشام البقلي الخبير في الشؤون الإيرانية، كنت معنا من دبي.